السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل الكنافة بالجلاش والبلح. أول حاجة هنعمل الشربات، كوبايتين سكر، عليهم كوباية مية، عليهم معلقة كبيرة عسل جلوكوز لو موجود، عصرة ليمونة، نحطهم على النار لحد ما يغلي معانا. بعد الغليان نحسب 10 دقايق بالظبط ونطفي النار ونرش رشة فانيليا. كده يبقى الشربات جاهز معانا. هنا بقى معانا بلح اسود عادي من الرطب اللي هو نقشره ونشيل منه البذر ونحط عليه معلقتين سمنة بادية ومعلقة قشطة وربع معلقة قرفة ونحطها على النار لحد ما تبقى مهروسة معانا كده. نحضر بقى الكنافة، نحط صينية، نجيب صينية ونحط فيها سمنة. معنا حوالي ربع كيلو أو أزيد شوية كنافة، لأن احنا بنعمل طبقة واحدة بس من الكنافة. هنحط بقى الأرضية كده كلها كنافة، هنضغطها بقى كده كويس. نحط بقى معقولة يعني، ولا رقيقة قوي ولا تخينة قوي. وننزل بقى بالبلح اللي احنا هرسناه، نفرده معانا كده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنفرد بقى البلح كله كده على الكنافة. هنا بقى معانا سوداني، ممكن نقلب السوداني في قلب البلح او ممكن نرشه كده عادي، الاتنين واحد. هنحطه بقى كده عليه ونضغطه في قلب البلح. هنجيب بقى معانا جلاش، لفة جلاش حوالي 10 طبقات جلاش. هنحط ما بين كل طبقة وطبقة سمنة، يعني انا هحط 10 ورقات جلاش فوق الكنافة والبلح، ما بين كل طبقة وطبقة سمنة، ونكون محضرين الفرن على درجة حرارة 200 زي ما احنا شايفين كده. نحط فوق ورقة فوق الورقة ونحط فوقها سمنة. هكمل بقى بقية الطبقات. اللي محطش لايك يحط اللايك ويشترك في القناة. هنا خلصت كل الطبقات بقى، كانت اخر طبقة هحطها. حطيت 10 ورقات من لفة الجلاش. هنقطعه بقى، نحط فوق الوش سمنة زي ما احنا شايفين بقى كده. ممكن لو عندك قشطة ممكن تحطي قشطة فوق الوش. هنقطعه بقى بالسكينة كده قبل ما ندخله الفرن، عشان الجلاش لو متقطعش قبل ما يخش مش هتعرفي تقطعيه، يتكسر منك. شغل حرارة درجة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هنا بعد ما دخل الفرن وخرج هنسيبها بالشربات. الشربات يكون طبعا بارد والجلاش والكنافة سخنين. ونسيبه بقى يستهدى كده شوية. لو عايزاه طري شوية ممكن تغطيه، لو عايزاه مقرمش كده الجلاش تسيبيه مكشوف. شايفين من جوه عامل ازاي؟ حلو جدا، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. شايفين من جوه